السلام عليكم الخوت. هذه واحد القصه ديال واحد راجل اللي هو ملياردير، بغى يتزوج، بغى المراه اللي تكون معاه وتكون في جنبه، بغى يختبرها. مشى جاب المراه الاولى، قال له واش تقبلي تتزوجي بيا؟ قالت له مرحبا. قال لها انا واحد درويش وعلى قد الحال. جابها لدارو، دخلها للدار، واحد البويت من داك البويت ما فيه ما يتشاف. قال لها وفلان واش عجباتك الدار؟ ما عجباش الحال وقالت له ما بيش. هو يجيب له واحد طبيسي ديال الزيتون وطريف ديال الخبز. قال له المراه كي عاشقه الروح، عافشو. قالت له ما خصنيش. لا وحاشو. قال لها المراه واش انا والزمان ونمشي ولا انا والزمان؟ قالت له الله يحفظني من زمانك، انت وزمانك بوحدك. الا غدا طلقها. ولا مشى خدا مرا اخرى، بغى يختبر مرا اخرى. قال لها فلانه واش قابله تزوجي بيا؟ قالت له موافقه. قال لها انا راه درويش ولا قد الحال، لا بغيتي تعيشي معايا؟ قالت له مرحبا. داها لدارو، داه في داك البويت. قال له المراه واش عجباتك الدار؟ ما عجباش الحال. قالت له ما بيش. جاب لها طبيسي ديال الزيتون وطريف ديال الخبز. قال لها كيعشق الروح المراه، حتى هي عافتو وما بغاتش ولا وحاجه. قال لها المراه واش انا والزمان ونمشي ولا انا والزمان بوحديتنا؟ قالت له الله يحفظني من زمانك، انت وزمانك. مشى عند المراه الثالثه، حتى هي ما فحالاش مسكينه. مشى عندها قال لها بنت الناس انا ناوي الحلال، باغي نتزوج، كيما فحاليش واش تقبلي تعيشي معايا؟ قالت له مرحبا. داها لذاك البويت اللي كنقولوا عليه ما فيه ما يتشاف. قال لها المراه عجباتك الدار؟ قالت له الحمد لله، انا راضيه باللي قسم الله. هاد البويت بالنسبه ليا شي حاجه كبيره. ثم عرف راسو طاح في بنت الناس، عرف راسو طاح في هذيك المقوله اللي كنقولوا طاح الحك وصاب غطاه. تما وراها الدار ديالو اللي هي عباره عن فيلا، وراها الطوموبيلات اللي كيمتالك، وراها كاع الاموال اللي عندو، كتب لها النص في سميتو. وديك المراه مسكينه فقيره شي ما فحالاش، عايشه بلي قسم الله. وداك الراجل طالب الناس، قال هذه اللي غتكمل معايا حياتي، وسولها. قال لها المراه واش انا والزمان ونمشي ولا نمشي والزمان؟ قالت له انا وياك والزمان. يعني طاح في بنت الناس الخوش، كتب لها النص في سميتو. وكما كنقولوا خصنا نبقى نديرو بحال هاد الامثله باش كل يبقى على خاطره. وصلنا للاخر ديال الفيديو الخوش، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو، وكنتمنى تدعموا اخوكم امين. السلام عليكم.